اغلب اللاعبين يا اما ابناء النادي او من نوادي صغرى في المغرب، لكن حسين عموته يعني انت من وجهه نظرك اهم ما حققه كابتن حسين عموته مع الفريق هو صناعه جيل جديد في فريق الوداد. اكيد بدون محترفين العديد اللاعبين، هذا امر يعتبر في حد ذاته نجاح كبير. منذ سنتين 3 سنوات ناكد لك ولا حد يعرف بن شرقي ولا حد يعرف انجم ولا حد يعرف هؤلاء اللاعبين، اليوم اصبحوا نجوم، وانا متاكد بعد شامبيونز ليج هذه العروض ستاتي من كل مكان. اعطاه شخصيه للفريق، رجع ثقه الجماهير في فريقه، لان الموسم الفارط كان هناك بعض الانتقادات وسمعنا في الاوقات انا ممكن يقع اقاله حسين عموته، لكن هذا المدرب رغم كل هذه الظروف كانت عنده ثقه في نفسه، ثقه في فريقه، اشتغل مع المجموعه حتى لما ذهبوا اللاعبين ما تاثرش، ما قامش بالتصريحات انا لا املك لاعبين، لا املك رصيد بشري كبير، لا املك اجانب. كان بن شرقي على دكه البدلاء في فتره كابتن سعيد؟ لا بن شرقي هو جابوه من فريق المغرب الفاسد، يعني الموسم الماضي ما كانش بيلعب، ما كانش مستوى. هذا الموسم هداف الفريق، ايوه، وهذا الموسم هو يلقب هناك بديبالا المغرب. اكيد انا اعطيت رايي، صنع منه لاعب جديد. شوف هناك بعض المغاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن مش موافقيني في رايي، لكن هذا راي خاص. انا قلت وجهه نظري بن شرقي في الوقت الحالي احسن مهاجم مغربي. هما هناك بعض الرد يقول لك لا ممكن احسن مهاجم في الدوري المغربي، لا نعاود نقول وجهه نظري تم استدعاء المنتخب. حتى المهاجمين الموجودين واللي يلعبوا في المنتخب، نحكي كرؤوس حربه كمهاجم صريح، ما نتكلمش على الاطراف هو اتى في عصر حسين عموته كمهاجمين. حتى المهاجم اللي سجل ثلاثيه في مباراه اخيره بالطيب، وجهه نظري بن شرقي افضل منه من ناحيه المهاره الفنيه، من ناحيه السرعه والمراوغه والذكاء. في الاخر ممكن راس حربه صريح 3 توزيعات في البوكس سجلهم، لكن كمهاجم كقيمه مهاجم وجهه نظري انا بن شرقي في الوقت الحالي هو افضل مهاجم مغربي. لا هذه صحيحه الاخ احمد، والله انا اوافق اخ حسام الراي، لان بن شرقي طريقه اللعب اللي عنده تذكرنا بطريقه اللاعبين القدامى، يعني اللاعبين اللي كان عندهم مهارات، يعني حس لاعب كبير، عنده ثقه رغم ان سنه صغير. اللاعب من اعطاه هذه الثقه هو حسين عموته في ملعب القاهره، ولاده جديده في فريق الوداد في ملعب القاهره وضد الاتحاد برج العرب، يعني احنا نقول في مصر من كل هذه الجماهير وتلعب بهذه الثقه ضد الاهلي، تاخذ كوره وتقطع القائم الاول بالراس وتاخذ كوره. لا هداف الفريق ضد الاتحاد لما 2-1 وب10 لاعبين ومضغوط الفريق، شكون انهى المباراه؟ بالفعل انا بن شرقي، وهذه قيمه فرق بين لاعب ولاعب. بالفعل هذا طبعا